حادث إطلاق نار داخل كنيسة في ميشيغان قام بها أحد الجنود السابقين في البحرية الأمريكية بحسب ما أعلنت الشرطة التي تعاملت معه وقتلته، وأسفر عن هجومه على الكنيسة وإضرام النار بها عن مقتل وإصابة 12 شخصا، وهناك 7 أيضا مفقودين. وبحسب التقارير فإن هذا الرجل عمره 40 عاما ولا يعرف له أهداف من هذه العملية، حيث أنه كان يعمل بالبحرية الأمريكية ويعرف عنه حسن السلوك. هذا الرجل أيضا من مدينة ميشيغان ولديه طفلان. لم تعرف كما أشرنا السبب المباشر لهذه الجريمة، حيث دخل بسيارته إلى ساحة الكنيسة ثم توجه إلى القداس وأطلق النار بصورة عشوائية ثم أضرم النار في الكنيسة. حتى الآن لا تعرف الأسباب، والشرطة الأمريكية تبحث عن الأسباب، وتم إنهاء حياته بإطلاق النار عليه، حيث تم أيضا توجيه المواطنين بعدم الذهاب إلى هذه المنطقة في محيط الكنيسة حتى يتم إنهاء الأمر والتعرف على المفقودين، وأيضا يعني التعرف على تفاصيل هذه العملية بأكملها. هذا العنف بالتأكيد يؤرق الأمريكيين جميعا.